بعد ما انتهى الجزء اللي فات بزينو وهو رايح يخلص على يامادا والسياف زميلها، بيظهر جابيمارو وبيضربه ضربة كسرت بيه كل الشجر اللي كان وراه، لكنه بيقوم تاني من غير ولا خدش، وبيكون جابيمارو واقف مصدوم من قوته، وزينو بيكون خلاص اتعصب وبيشيل شجرة من الأرض وبيرميها على جابيمارو، لكنه بيتفاداها وبيلاقيه هاجم عليه تاني وعايز يمسكه، لكن جابيمارو بيبعد عنه وبيهجم عليه بكل مهاراته، لكنه مش بيتأثر بأي ضربة من ضربات جابيمارو. وبعدها بنشوف يامادا وهي عند زميلها وبتحاول إنها تعالجه، لكنها بتفشل وزميلها بيقول لها خلاص أنا حاسس إن أنا هموت، بس قبل ما اموت انا عايز اعتذر لك عشان قللت من قوتك، وان انا كنت عايزك تمشي من الجزيره دي عشان كنت خايف عليك، لكن انت قويه، وانا عايز اقولك على حاجه، خد السيف ده انت تستحقيه، وعايزك كمان تخلصي المهمه بتاعتك. فبتاخد السيف منه وهي حزينه وبتقوله ان هي هتنتقم لموته. وبعدها بنرجع لجابيمارو اللي بيكون مش عارف يعمل حاجه مع زينو، لكنه بيتفاجئ بصبع زينو اتقطع وبيتصدم لما بيعرف ان يامادا هي اللي عملت كده، وبيقول لها انت عملت كده ازاي؟ فبتقول له انا استهدفت مفصل صباعه زي ما بعمل مع الناس اللي بعدمهم، بستهدف المفصل لانه بيكون اضعف منطقه ما بين العظام. وبعدها بيتفقوا ان جابيمارو يخليه يقع على الارض عشان يامادا تقطع له رقبته، وبعدها بيهجم عليه لكن جابيمارو بيصد ضربته، وبعدها بيهجم عليه الوحش تاني لكن جابيمارو ما بيكونش قادر يحرك رجله، وساعتها يامادا بتقرر تهجم عليه لكنه ما بيحصلوش حاجه، وساعتها بيتعصب زينو جامد وبيمسك جابيمارو وبيزرعه في الارض بكل قوته، وجابيمارو لما بيحاول يقوم ما بيكونش قادر والدم بيخرج من كل حته في وشه، وساعتها زينو كان هيخلص عليه لولا تدخل يامادا، وبتصد ضربه زينو بكل عظمه وبتهجم عليه بسرعه جباره وهو مش قادر عليها، وبتوقعه في الارض وبتكون هتخلص عليه، وساعتها بيقع زينو في الارض وبتكون هتخلص عليه لكنه بينط من مكانه وبيبعد عنها، وساعتها جابيمارو بيقول لها انا عارف انا هخليه يقع على الارض ازاي، وساعتها بيفعل قوته الناريه وبيهجم عليه بيها، وزينو بيصد الهجمات دي والنار بدأت في الانتشار في كل مكان، ودي هي خطة جابيمارو، وهي انه هيحرق المكان عشان زينو يتخنق ويقع على الارض بسبب الدخان، وفعلا بتنجح خطته، وساعتها يامادا بتروح عنده وهوبا طريق السلامة انت، وبعدها جابيمارو بيقول لي يامادا يلا نمشي من هنا بدل ما نتخنق احنا كمان، وساعتها بيطلعوا يجروا لحد ما بيوصلوا لاصحابهم واللي بيلاقوهم باصين على حاجه، ولما بيشوفوا هما بيبصوا عليه بيلاقوا قريه متدمره وكانوا حاسين ان في حد عايش هنا. على الجانب التاني بنشوف الاتنين الاخوات دول واللي بيكونوا نازلين دعك في الوحوش، وساعتها بيسمعوا صوت ولما بيمشوا ورا الصوت بيشوفوا بنتين حلوين، ولما البنتين بياخدوا بالهم ان هما موجودين بيقولوا لهم ان دي اول مره بشر يوصل لحد المكان ده، انتوا خلاص هتموتوا. فالواد ده بيبص لهم وهو متعصب وبيقول لهم طالما انتوا مش بشر يبقى انتوا ايه؟ فبيقولوا له احنا من التنسي، وساعتها واحده منهم جسمها بيتحول لجسم راجل، وباين كده ان في معركه كبيره جدا هتقوم ما بينهم. ونروح بعدها لجابيمارو واللي بيكون حاسس ان في حد بيراقبه، ولما بيبص وراه بيشوف بنت، وساعتها البنت بتهرب لما بيشوفها جابيمارو، بس جابيمارو بيجري وراها، وساعتها بيقابلوا الوحش ده بس جابيمارو بيسيبه لزمايله عشان يخلصوا عليه لحد ما يشوف مين البنت دي، ولما بيوصل عندها بتمسك ايده وبترميه على الارض، فبتصدم جابيمارو من قوه البنت دي، وبعدها بتيجي يامادا وبتقول لها ما تخافيش مننا احنا عايزين نسالك على شويه حاجات، وساعتها البنت بتقف ولما بتقرب منها يامادا بتلف لها البنت وبتضربها، لكن جابيمارو بيجي وبياخد الضربه دي مكانها، لكن الضربه دي كانت قويه بشكل غير عادي، وبيكون جابيمارو مصدوم من قوه ضربتها، وبعدها بيمسك مجموعه من الاحبال وبيربطها بيهم في الشجره، وساعتها بنلاقيها بتعيط فبينزلها جابيمارو على الارض، ويامادا بتحاول تهديها، وساعتها بقيه الشله بتوصل وبيقولوا لهم ان هم خلصوا على وحش الشجره وبيسالوهم على البنت دي، وفجاه بيتكلم وحش الشجره وبيقول لهم سيبوها وانا هقول لكم على كل اللي انتوا عايزين تعرفوه، والعيال بيكونوا مصدومين من وحش الشجره عشان بيتكلم، وبيقولوا له انت ازاي بتتكلم؟ فبيقول لهم ادوني البنت الاول وانا هعرفكم على كل حاجه، فبعدها بيوافقوا يروحوا معاه وما بيكونوش واثقين فيه، بس بيقولوا ان هو ضعيف ولو عمل حاجه هيخلصوا عليه، وبعدها بيوصلوا بيت الوحش، وبعدها بيسالوا جابيمارو انت عايش هنا من امتى وفين اكسير الحياه؟ فبيقولوا الوحش احنا عايشين هنا من 1000 سنه، وبالنسبه لاكسير الحياه فهو اسمه التان، واللي بيشرب منه بيكون خالد وما بيموتش، والجزيره اللي احنا عليها دي مقسمه ل3 اجزاء، واول جزء وهو الشط واللي انتوا نزلتوا عليه، والتاني هو الغابه واللي احنا موجودين فيها دلوقتي، اما التالت فهو اللي موجود فيه الاكسير، بس هتلاقوا حاجات تانية مع الاكسير، هتلاقوا وحوش التنسن، والوحوش دي مش بتموت لان هم عندهم قوه التجدد وقوتهم القتاليه جباره، واي حد بيقابله بيفضلوا يضربوا فيه ومفيش حد يقدر يقف قصادهم، واللي بيخلصوا عليه بيرموه في حفره عميقه عشان يتحول لورود، وده هو اللي حصل للاخين، وجابيمارو بيكون متحمس من بعد ما سمع الكلام ده، وبعدها بيروح جابيمارو الحمام عشان ينظف جروحه، وساعتها بيلاقوا البنت هناك وبتكون مش عارفه تعمل حاجه لوحدها، فيامادا بتروح تساعدها، ولما بتروح لها بتشوف ان في ندبه كبيره على جسمها خايفه ان حد يشوفها، فيامادا بتساعدها وبتروق عليها، وجابيمارو بيكون واقف وشايف الندبه اللي على جسمها وخايفه ان حد يشوفها،
وساعتها بيفتكر مراته واللي كان عندها ندبة كبيرة جدا على وشها وكانت بتخبيها بشعرها لكنها بتكون لسه باينة، وكل ما بيبص في عينها بتتحرك منه عشان الندبة بتاعتها. لكن جابيمارو بيقول لها ما تحطيش شعرك على وشك تاني، انا بحبك زي ما انت، والندبة دي شيء لا يقلل من جمالك، فانت من احبها قلبي وعشقتها عيناه. فبتتأثر من كلامه وبتكون فرحانة. وبعدها بيبص للبنت وبيقول لها انا مش عايزك تخاف ان حد يشوف الندبة بتاعتك، وبيقول لها ان مراته كان عندها ندبة كبيرة في وشها بس هو كان بيحبها جدا وانه ملقاش واحدة في جمالها في العالم ده. ويامادا والبنت بيكونوا متأثرين من كلامه. وبعدها بنشوف اتنين بيحاولوا يهربوا من الجزيرة بالقارب اللي معاهم ده، والواد ده بيقول للبنت اللي معانا مش هسيبك تموت على الجزيرة دي عشان انت لسه صغيرة، احنا هنرجع للمدينة ولما نرجع هخليهم يعفوا عنك. والبنت بتكون فرحانة ومتأثرة من كلامه. وساعتها بيلاقوا سفينة كبيرة قدامهم فبيكونوا فرحانين وبيقولوا ان هم هيروحوا بيها بدل القارب الصغير اللي معاهم. بس لما بيقربوا شوية بيشوفوا ان السفينة متدمرة وفي سفن كتيرة متحطمة، وفجأة بتطلع لهم مجسات وحش وبتهجم عليهم وبيحاولوا يقتلوا الواد والبنت اللي معاه، لكنهم بيهربوا منهم وبيرجعوا تاني على الجزيرة وبيكونوا متبهدلين. وساعتها الواد بيقول للبنت انا زمان كنت شخص فاشل وما عندهوش اي اهداف، ابويا وامي متطلقين ومحدش فيهم كان بيسأل عليا، وكنت عايش في الشارع وبتصور على الناس. وفي مرة وانا بضرب الناس عشان اخد اللي معاهم بلاقي واحد واقف ورايا ورافع سيفه في وشي وبيقول لي تعالى معايا وانا هوفر لك كل اللي انت تحتاجه عشان تبطل تصور. وانا فعلا رحت معاه وعرفت ان هو معلم فنون قتالية، وقال لي خليك هنا وانا هعلمك كل حاجة لحد ما اخليك معلم فنون قتالية انت كمان. وبعدها بدأ في تعليمي لكن انا ما كنتش مبسوط عشان انا ما اتعودتش على كده، انا اتعودت اعيش براحتي وعلى مزاجي. وفي مرة قلت له ان انا همشي فلقيته بيقول لي وانا ما عنديش مانع انك تمشي بس بشرط انك تضربني ضربة واحدة بس. فبيقول له تمام، ولما بيحاول يضربه ما بيعرفش يلمسه وبيخلص اليوم. وفي اليوم اللي بعده بيصحى الواد ده قبلهم وبيكون قرر ان هو يسيب المكان ويمشي. وساعتها بيقابله واحد من تلاميذ المعلم وبيقول له انت هتمشي من غير ما تودعه، ولما كان تنزل هيتكلم لسه راح قايل له عموما انا مش همنعك انك تمشي بس في الاول انا عايز اوريك حاجه. فبيوافق تنزل وبعدها بياخده عند قبر كده وبيوقفوا قدامه وبيقول له القبر ده بتاع اخو المعلم واللي كان شاب عايش زيك كده براحته وعلى مزاجه ومش بيحب ان حد يتحكم فيه. وفي يوم من الايام كان سايب البيت وماشي عشان يعتمد على حاله، والمعلم ساعتها ما منعهوش وسابه على راحته. وفي يوم من الايام لما كان المعلم رايح عشان يعدم مجرم من المجرمين بيرفع سيفه وساعتها بيحس بيه، ايوه هو اخوه الصغير واخوه بيحس بيه هو كمان، وبيقول له انا اسف عشان ما طلعتش زي انت ما كنت عايزني، يلا عدمني وريحني وما تزعلش في يوم على موتي، فانا السبب في كل اللي انا فيه دلوقتي. وساعتها المعلم بيقتل اخوه بايده وبنشوف تنزا بعدها وبيكون متأثر جدا. وساعتها بيصحى المعلم وبيروح قاعة التدريب وبيشوف تنزا هناك، وساعتها تنزا بيقول له انا هفضل قاعد هنا معاك وانت هتعلمني كل اللي انت تعرفه. فبيفرح المعلم من كلامه. وبس كده ده كل اللي حصل لحد ما بقيت سياف، والبنت بتكون متأثرة من قصته. وفجأة بنلاقي واحد نزل عندهم فبيقولوا له انت مين؟ فبيقول لهم جيت عشان ارحب بكم واخلص عليكم. فالعيال بيهربوا من قدامه بس بيلاقوه ظهر فجأة قدامهم وبيضرب تنزا ضربة قوية جدا وتنزا خلاص ما بيكونش قادر يتحرك. ولما البنت بتحاول تروح له الوحش بيهجم عليها لكنها بتتفادى الهجوم بسهولة وبتروح لتنزا، ولما الوحش بيروح لهم تنزا بيشق راسه وبعدها تنزا بيهجم عليه تاني وبيشرحه، وبعدها بيهربوا من المكان لكن الوحش وراهم لكن فجأة بيلاقوا سيف قطع راسه وبيكون المعلم هو اللي عمل كده. وبعدها بيهربوا من المكان وبيوصلوا المكان بعيد عن الوحش، وتنزا بيكون فرحان عشان معلمه هنا. وبعدها بيقول للبنت اللي معاه ده هو المعلم اللي انا كنت بحكي لك عنه. وبعدها المعلم بيقول لهم احنا لازم نهرب من هنا. فساعتها تنزا بيقول له احنا لما حاولنا نهرب بالقارب قابلنا وحوش في الميه. فالمعلم بيقول له وانا كمان بس انا قصدي نهرب من الوحش اللي ظهر لنا ده. وفجأة بيلاقوه ظهر وراهم فالمعلم بيشيل العيال وبيهرب بيهم بس بيلاقي رقبته اتجرحت جرح خطير من غير ما يحس بهجوم الوحش. فعلا التنسين دول قوتهم جبارة. فبعدها بيتعصب تنزا وبينهال على الوحش بضربات سريعة جدا لكن الوحش بيتفادى الهجوم ده بكل سهولة، وبعدها بيضرب تنزا ضربة بتخرمه. وساعتها تنزا قال لنفسه هي دي النهاية، بس قبل ما اموت لازم اخلي المعلم والبنت يهربوا، لازم اوفر لهم الوقت. وساعتها بيجمع كل قوته وبينهال على الوحش بالضربات، والمعلم بيكون عاوز يساعد تنزا لكن الإصابة بتاعته خطيرة جدا. وبنشوف تنزا اللي خد ضربة تانية ووقع على الأرض وبيكون بيحاول ينادي عليهم عشان يهربوا لكنه مش بيعرف عشان الضربة اللي خدها في حنجرته. وساعتها المعلم فهم اللي تنزا عايز يقوله وبياخد البنت وبيهرب، والبنت في الوقت ده بتصرخ وبتقول للمعلم ارجع وانقذه وبتكون عايزة تنقذه هي كمان بس تنزا خلاص مات. وبعدها البنت بتبص للمعلم بكل غضب
وبتقول له انت هربت ليه وسبته يموت، هو مش ده تلميذك؟ فساعتها بيعيط المعلم وبيقول لها تنزا هو اللي كان عايز كده، هو ضحى بحياته عشان نعيش احنا، وتنزا ده كان بالنسبه لي اكتر من تلميذ، ده كان اخ ليا، وانا مش هرجع المدينه غير لما اجيب حقه. وكان في قمه الحزن. وقبل ما نكمل ما تنساش تحط لايك للفيديو وتشترك في القناه. نروح بعدها لجابيمارو اللي كان قاعد مع اصحابه وكان عايز يستكشف الغابه وبقيه الجزيره، بس اصحابه خايفين يمشوا في الجزيره، ولما بيناموا بيسيبهم وبيمشي وبيكون رايح للجزء الثالث من الجزيره واللي بيكون موجود فيه التان. وساعتها بيوصل لمكان مليان ضباب وما بيكونش شاف حاجه، وساعتها بيعرف ان هو وصل خلاص، وبيكون سامع اصوات غريبه وبتكون الاشجار هي اللي عامله الاصوات دي. وبعدها جابيمارو بيكمل في طريقه وساعتها بيشوف صورة عملاق وليه بوابة كبيرة، فبيروح جابيمارو وبيخبط على الباب، وساعتها بيظهر له وحش التنسن وبيقول له بقول لك يا ابو الصحاب انا لسه قاتل واحد منكم من شويه، وانا مش عايز اقتلك عشان انا عايز النبطشيه بتاعتي دي تعدي على خير. فبيقول له جابيمارو انت عبيط يابا، بقول لك ايه انا عايز التان هتقوله وانا هسيبك وامشي. فالواد بيقول له كده الكلام اختلف، انت طالما عرفت التان يبقى انت لازم تموت. وساعتها بيهجم عليه بس مارو بيصد الهجوم بتاعه وبيديله ضربه بتكسر له راسه، وساعتها الوحش بيعالج نفسه وبيهجم عليه تاني، وجابيمارو بيتفادى هجومه ببراعه، وساعتها بيضربه ضربه بتجيب له ارتجاج في المخ، وبيديله كمان ضربه لهب بتحرقه، وبيكون جابيمارو مفكر ان هو خلاص انتصر عليه، لكنه بيتفاجئ بالوحش بيهجم عليه وبيكسره، بس جابيمارو بيقول له هو ده اخرك؟ فبيتعصب الوحش وبعدها بيهجموا على بعض، والوحش بيضرب جابيمارو وبيطيره، لكن جابيمارو بيكون واخد دراعه معاه، فالوحش بيجدد دراعه وبيهجموا على بعض تاني، وجابيمارو بيتفادى كل ضربات الوحش وبيكون بيفكر ازاي هيضربه، فبيجمع كل قوته في رجله وبيضربه بيها، وبتكون الضربه اثرت فيه وبتضعف له جسمه، وساعتها الوحش بيهجم عليه بضربات خفيه والضربات دي بتكون قويه على جابيمارو، وساعتها جابيمارو بيجمع كل قوته وبيجري في اتجاه الوحش وبينهال عليه بالبوكسات، وكل مدى ما سرعته بتزيد وكل مدى ما العظمه بتزيد معاه، وساعتها الوحش بيقع وما بيكونش قادر يتحرك وما بيعرفش كمان يجدد نفسه، وجابيمارو بيقول له بالصلاه على النبي كده انت لسه ما متش، ولو ما قلتليش على مكان التان فانا هموتك دلوقتي. وساعتها بيبتسم الوحش ابتسامه خبيثه، وفجاه بيتحول الوحش وشكله وجسمه بيتغيروا، وهوبا ضربه كهرباء بتنزل على جابيمارو بتكسره، ولما بيحاول جابيمارو يضرب الوحش بياخد كمان صعقه كهربائيه وبينزل عليه الوحش بوابل من الضربات، وجابيمارو بيكون مش قادر، وساعتها بيشيلوا الوحش وبيستخف بيه، ولما جابيمارو بيفتكر مراته وانه عايز يرجع لها بيتعصب وبيحرق الوحش باخر طاقه فاضله عنده، وبيقع جابيمارو على الارض من غير حركه، والوحش كان عايز يخلص على جابيمارو، بس في الوقت ده بتيجي البنت دي وبتعمل درع بقوتها وبيضربهم الوحش وبيطيرهم بعيد. وبكده بيكون انتهى الجزء ده. يا ترى جابيمارو والبنت اللي معاه عايشين ولا لا؟ وجابيمارو هيعرف يرجع لمراته ولا خلاص كده هي دي نهايته؟ كل ده هنعرفه في الاجزاء اللي جايه، وما تنساش انك تحط لايك وتشترك في القناه يا زميلي، وما تنساش الصلاه على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام، ويلا سلام سلام.